ويقول الإمام المهدي نصر محمد اليماني: ولعن الله الملحدين الذين يقولون استمرار غضب الطبيعة، بل استمرار غضب الله الواحد القهار على البشر المعرضين عن اتباع القرآن العظيم والاحتكام إليه فيما كنتم فيه تختلفون، فمن يجركم من عذاب الله إن كنتم صادقين. بل حتى الذين يزعمون أنهم مسلمون يتبعون الملحدين بقولهم كوارث طبيعية، مثل قول الملحدين قاتلهم الله وأنى يؤفكون، وبشرهم بعذاب مستمر بسبب اقتراب كوكب العذاب سقر حتى يأخذ الله المجرمين من مكان قريب. فهل من مجيب لداعي الله ومعتبر من عذاب التناوش بسبب اقتراب مرور كوكب السقر في سماء أرض البشر وتشرق عليهم من جنوب الأرض؟ ونكرر ونقول وتشرق على البشر من جنوب الأرض، ونكرر ونقول وتشرق على البشر من جنوب الأرض وليس من الشرق ولا من الغرب، كونها لا تدور على الأرض من الشرق ولا من الغرب، بل تدور على الأرض من أطرافها من الشمال إلى الجنوب، وتشرق على البشر من الجنوب. ولعن الله المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني إن كان كذابا أشرا، فقد أعذر من أنذر، ولن تجدوا لكم من الله الواحد القهار وليا ولا نصيرا، ولن ينفعكم الإيمان وحده حين ترون العذاب، بل لا بد أن تتوبوا إلى ربكم وتتضرعوا إليه بالدعاء ليكشف عنكم العذاب، بالدعاء والتضرع إلى الله أن يكشف عنكم العذاب. واعلموا أن كوكب سقر اللواح للبشر سوف ينقص الأرض من البشر فيهلك 50% من العالمين ويعذب الباقين إلا من رحم ربي، فاتقوا الله واطيعوني وارجعوا إلى ربكم بسبب استمرار العذاب الأصغر في مختلف الأقطار قبل أن يقترب كوكب العذاب فيأخذكم من مكان قريب من سماء أرض البشر، فاعتبروا بعذاب من تحت أرجلكم بالزلازل برا وبحرا، فاحذروا البحر المسجور والسقف المرفوع لبيوتكم بوقوعها على رؤوسكم، وليس ذلك إلا من عذاب التناوش، ويزيدكم الله عذابا. فاتقوا الله يا معشر المسلمين في العالمين واعتبروا من عذاب التناوش قبل أن يأخذكم مع الكفار من مكان قريب. وتذكروا قول الله تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم. انتهى الاقتباس إخواني في الله، وكان معكم في قراءة هذا الاقتباس أحد أنصار وأتباع الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.